السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم ليمون مخلل بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وإن شاء الله مش هياخد معاكم وقت لتجهيز رمضان. يلا نبدأ مع بعض. جبنا الليمون وبعد ما جبناه شايفين يا حبايبي اهو، ومعانا الزعفران ومعانا حبة البركة والتكايه اللي بقولها لك في المخلل الليمون ان انت تحطي ملح مع الزعفران وحبة البركة. ما تقوليش ان انا حطيت خلاص ملح في المية، لا، هتبقى في ليمونة مملحة وطعمها حلو، في ليمونة هتبقى يعني مش قوي. فالافضل ان انت تحطي مع حبة البركة والزعفران تحطي الملح معاهم. وبعد كده هتيجي تجيبي المية بتاعة الليمون، هتاخدي معلقتين من النشا هتحطيهم هتقلبيهم في المية عشان المية تبقى تقيلة، عشان تبقى ماسكة كده هوت في الليمون، تبقى حلوة جدا. وتحافظ برضو على مية الليمون تبقى حلوة. يلا نبدأ مع بعض الخطوات. احنا طبعا جبنا الليمون زي ما انتوا شايفين كده هوت، جبنا الليمون هو نقعته مدة يومين، وغسلته طبعا حلو جدا. وبعد ما غسلته ونقعته قطعته زي ما انتوا شايفين كده اهوت، شايفين شايفين قطعته كده اهوت، قطعته كده كل ده نفس الكمية قطعتها كده اهوت. لو سلقتيه وجيتي بعد كده اهوت حطيتيه في المية مش هتعرفي تقطعيه مش هيبقى حلو. لكن الافضل بعد ما تنقعيه وتغسليه حلو قطعيه زي ما انت شايفه كده اهوت، اللي هي علامه زائد كده، وحطيه في الميه. يلا يا حبايبي نبدا كده نحطه في الميه. شايفين اهو كده اهوت، حطينا الليمون اهو كده. هتسيبيه مده 10 دقايق في الميه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد كده اهوت هتعملي الزعفران وحبة البركة مع بعض. يلا نسيبه كده يستوي مع بعض ونرجع لكم تاني. شايفين اهو كده الليمون بعد ما استوى اهو، حطيناه على النار طبعا، شايفين اهو كده اهوت. كده بقى هنبدأ هنحطه في الطبق كده كده. انا طبعا حطيت في الميه معلقتين نشا عشان تمسك الميه، عشان يبقى الميه كده تقيله وحلوه. هفضي الكميه وهرجع لكم تاني. شايفين اهو كده بعد ما طلعناه من الميه بتاعته هنستنى عليه يبرد خالص تماما. وبعد كده اهوت هنحشيه. استنوا معانا وهنرجع لكم تاني. يلا هنبدأ معاكم كده نشوف. بص الليمون اهو كده من ما اتعمل هناخد كده اهوت، شايفين اهو كده تحشينا كده تروح حاطها هنا كده بعد ما هو كده خليناه هنحط عليه الميه بتاعته. شايفين كده اهوت، شايفين اهو كده نقفل عليه جامد اهو. طريقه سهله وبسيطه جدا، وطعمه هيبقى جميل جدا صدقوني. ما تنسوش تعملوا لايك مع قناة صافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم ليمون
مخلل بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. وان شاء الله مش هياخد معاكم وقت لتجهيز رمضان. يلا نبدأ مع بعض. جبنا الليمون وبعد ما جبناه شايفين يا حبايبي اهو، ومعانا الزعفران، ومعانا حبة البركة، والتكايه اللي بقولها لك في المخلل الليمون ان انت تحطي ملح مع الزعفران وحبة البركة. ما تقوليش ان انا حطيت خلاص ملح في المية، لا، هتبقى في ليمونة مملحة وطعمها حلو، في ليمونة هتبقى يعني مش قوي. فالافضل ان انت تحطي مع حبة البركة والزعفران تحطي الملح معاهم. وبعد كده هتيجي تجيبي المية بتاعت الليمون، هتاخدي معلقتين من النشا هتحطيهم، هتقلبيهم في المية عشان المية تبقى تقيلة، عشان تبقى ماسكة كده اهوت في الليمون، تبقى حلوة جدا. وتحافظ برضو على مية الليمون تبقى حلوة. يلا نبدأ مع بعض الخطوات. احنا طبعا جبنا الليمون زي ما انتوا شايفين كده اهوت، جبنا الليمون هو نقعته مدة يومين، وغسلته طبعا حلو جدا. وبعد ما غسلته ونقعته قطعته زي ما انتوا شايفين كده اهوت، شايفين شايفين قطعته كده اهوت، قطعته كده كل ده نفس الكمية قطعتها كده اهوت. لو سلقتيه وجيتي بعد كده اهوت حطيتيه في المية مش هتعرفي تقطعيه مش هيبقى حلو. لكن الافضل بعد ما تنقعيه وتغسليه حلو، قطعيه زي ما انت شايفه كده اهوت، اللي هي علامه زائد كده، وحطيه في الميه. يلا يا حبايبي نبدا كده نحطه في الميه. شايفين اهو كده اهوت، حطينا الليمون اهو كده. هتسيبيه مده 10 دقايق في الميه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعد كده اهوت هتعملي الزعفران وحبة البركة مع بعض. يلا نسيبه كده يستوي مع بعض ونرجع لكم تاني. شايفين اهو كده الليمون بعد ما استوى اهو، حطيناه على النار طبعا، شايفين اهو كده اهوت. كده بقى هنبدأ هنحطه في الطبق كده كده. انا طبعا حطيت في الميه معلقتين نشا عشان تمسك الميه، عشان يبقى الميه كده تقيله وحلوه. هفضي الكميه وهرجع لكم تاني. شايفين اهو كده بعد ما طلعناه من الميه بتاعته هنستنى عليه يبرد خالص تماما. وبعد كده اهوت هنحشيه. استنوا معانا وهنرجع لكم تاني. يلا هنبدأ معاكم كده نشوف. بص الليمون اهو كده من ما اتعمل، هناخد كده اهوت، شايفين اهو كده، تحشينا كده تروح حطها هنا كده بعد ما هو كده خليناه هنحط عليه الميه بتاعته. شايفين كده اهوت، شايفين اهو كده، نقفل عليه جامد اهو. طريقة سهلة وبسيطة جدا، وطعمه هيبقى جميل جدا صدقوني. ما تنسوش تعملوا لايك مع قناة صافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.